دلوقتي احنا هنعمل بطانية من الأول خالص مع بعض بالكارما الجالاكسي الجديد دوت. انتوا كنتوا عايزين الطريقة، وبعد ما أوريكم بس ازاي هنبتدي لحد ما نخلص، وبعد كده في تركاية في الآخر هوريها لكم. خلوها تركايتين، تركاية التقفيل وتركاية تخليها بارزة شوية. ماشي، يلا بينا. كده نعمل أول واحدة عقدة. اوكي، وبعدين هنعمل كده كأنك بتعملي سلسلة، بس تخلي كل يعني السحبة اللي بتسحبيها قد بعض. ظبطي ايدك انها تبقى قد بعض. هي دي دلوقتي هنعملها متر في متر. ماشي، هنظبط، نفضل نشتغل كده لحد ما تبقى ايه، متر. نركز بس السلاسل تبقى قد بعض عشان تطلع مظبوطة. نعمل بشكل ليه كذا طريقة على فكرة، مش الطريقة دي بس دي أسهل حاجة. يعني ممكن يتعمل بالإبرة، لو عندك إبرة 30 هيجي بيها. تمام، أنا هنقيس، هنجيب المتر بتاعنا ونقيس عشان نبقى ماشيين ايه مظبوط. اهو كده، متر وتلاتة سنتي. يعني مثلا هنشيل غرزة اللي هي بتبقى 3 سنتي. اوكي، وبعدين بقى كالآتي، هنيجي هنا كده وناخد منها واحدة ونرفع، وبعدين هتاخدي البكرة معاكي ترميها الناحية التانية، شغالة كده تبقى البكرة كده، شغالة كده تبقى البكرة كده. وبعدين هنيجي في كل غرزة نطلع، نسحب ونخليهم كلهم قد بعض. في كل غرزة دخلناها تحت هناخد كده ونسحب، بس لازم يكونوا دول مقاسات بعض. مساحة الخيط اللي احنا بنسحبها تبقى قدها، متبقاش غرزة واسعة وغرزة ضيقة. وكذلك هنفضل بقى نعمل كده البطانية كلها، نيجي لحد أول السطر ونرجع نلف الخيط الناحية التانية ونعمل نفس الطريقة. بس السطر اللي جاي هنخش طبعا ايه في الحلقات اللي بعديها. هكمل السطر وارجع اوريكم. وصلنا احنا كده لأول السطر، هنعمل نفس اللي عملناه هناك هنعمله هنا. هنرتفع كده، وزي ما قلت لكم ده كده هيفضل يتكرر لحد نهاية البطانية، لحد المقاس اللي احنا عايزينه. اهو هرجع لكم بقى لما اخلص اوريكم شكلها. ايه
ضيقة شوية علشان دي اللي بتقفل البطانية كلها. معانا الخيط اهو، بنقوم واخدين كده حلقة، بنقوم مطلعينها من الحلقة اللي احنا ساحبينها اهو، بتدي الشكل ده كده بارز، وفي نفس الوقت بيقفل على البطانية كويس جدا اهو. اهي اخر واحدة اهو. هنعقد بقى عقدة من هنا زيادة، وكده بقى شكلها هي كده خلصت. كده بقى هنركب اللون ونربطها ونوريها لكم في الآخر.